مليون تحية للكابتن حسام حسن. النهارده كان في المؤتمر الصحفي من مباراة الأرجنتين ومصر، اتكلم عن فلسطين بطريقة كلنا كمصريين بنحب نتكلم بيها على الدولة اللي احنا بنعشقها. بص صلى على النبي. احنا كمصريين من صغرنا كده، او الجيل بتاعنا جيل التسعينات ده اتربى كده على حب البلد دي. هو بيحب البلد دي، هو نفسه في يوم من الايام يروح يصلي هناك. كل واحد فينا شاب في سني انا في التسعينات، خلينا في جيل التسعينات، نفسه يروح يصلي هناك، نفسه البلد دي تكون كويسه، نفسنا نبدل والله العظيم، مش عشان حاجه بس ايه يا عم تعالوا انتوا مكاننا شويه ارتاحوا واحنا نروح مكانكم شويه واحنا هنتعامل هناك. يعني احنا اسكندرانيه ومصريين هنتعامل، هنعرف نظبطها وهنروق عليهم وهيروقوا علينا. ما فيش ارض هتسعنا احنا الاثنين، صدقني احنا كمصريين مفيش ارض هتساعدنا احنا الاثنين، يا انا يا انت. تمام. فالنهارده الكابتن حسام حسن بيدي درس ان في ناس صوتها اعلى منه، يعني في ناس صوتها مسموع اكتر منه وما طلعتش اتكلمت، سكتت. اظن كلكم عارفين مين، وهنطلع نتكلم، عامل عليه حلقه كامله، اللي هو كان في ايده بفيديو يقدر يخلي الناس ما تموتش. طب ازاي يا عم حسن؟ هقول لك ازاي، هنتكلم عنه باستفاضه. تحيه للعميد. عندك مشكله معاه كرويه، عندك مشكله شاب بينزل مين ما بياخدش مين، دي قصه ودي قصه. الراجل النهارده طلع اتكلم كلام انا وانت ومليون واحد عاوز يقوله. مليون ايه، 100 مليون واحد عاوز يقوله، العالم العربي كله عاوز يقوله. فين؟ في الدوله اللي عندها مشكله معانا. فحسام حسن يعني كوره هنتكلم. بس انت انا مش عايز اقول كلام، بس اللي هو ايه، انت فوق راسنا. اللي انت قلته النهارده ده فوق راسنا كلنا، ايا كان بقى عندنا خلافات كرويه، بس اللي انت عملته النهارده ده يعني فش غليل الجيل بتاعنا، على الاقل الجيل اللي هو اتربى على القضيه الفلسطينيه يعني. والله العظيم انا وناس كتير بتمنى نعمل سويتش كده ونشوف الدنيا بتحكي معاكم ازاي ونلعبوا جوله. احنا كلنا نفسنا نلعبوا جوله والله العظيم. سلام عليكم.